النهاردة كان وحش جدا، والصراحة ميستاهلش انه يكون عرض قبل سمر اسلام اصلا. والعرض ده كان مسجل من الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في العرض الزفت ده، وانتوا كده كده هتشوفوا دلوقتي معايا هل العرض ده اصلا يستحق ولا لا. بس قبل ما نبدأ، لايك واشتراك. يلا بينا. ويلكم تو SmackDown Live. الأسبوع اللي فات أعلنوا إن في مباراة في سماك داون ده هتكون على المنافس الأول لأبطال التاج تيم. فبدأ على طول. وصل البلوت لاين وقابلهم نيك ألدس وبيعرفهم إن تاما تونجا وتونجا لو هيكونوا موجودين، ولكن سولا قال له إن مش تاما تونجا وتونجا لو هما اللي هيكونوا موجودين، بل تاما تونجا وجيكوب فاتو هما اللي هيكونوا موجودين في المباراة دي. وطبعا واضحة من البداية مين اللي هيكون المنافس. بدأ أول ماتش معانا بين إلي نايت وسانتوس كوبر. الماتش كان حلو جامد جدا. طبعا ماتش متوسط زي ده، العداوة الباردة اللي حصلت بينهم الأسبوع اللي فات. وطبعا ده كان بناء يعني الماتش ثلاثي على الولايات في سمر اسلام، ولكن طبعا الماتش كان إلي نايت ولوجان بول في سمر اسلام. ونرجع لموضوعنا في سماك داون. طبعا الماتش كان حلو جدا، وإلي نايت قدم فيها أداء جامد، وبرضه سانتوس كوبر قدم فيها أداء حلو. ولكن نهاية معروفة اتدخل لوجان بول فضربه إلى نايت. وبعد كده إلى نايت فنش بإفتي لسانتوس كوبر وكسب. وبعد كده لوجان بول هجم عليه وفضل يضرب فيه، ولكن قاوم شوية إلى نايت. وطبعا اتدخل بارد سانتوس كوبر وساعد لوجان بول وخلصها لوجان بول، وهو اللي فضل واقف في الآخر وخلصها على ال نايت. والماتش بينهم في سمر سلام أكيد هيكون ناري، والتوقعات هتنزل قريب جدا. بعد كده فقرة ملهاش لازمة خالص من أوستن سيري وبريسون هولر، طالعين بيتكلموا عن الملاكم اللي كان موجود سماك داون اللي فات، وادى الكرسي لكودروتس وخلاه إنه يضربهم ويستولى عليهم. ولكن طبعا الملاكم ده طلع لهم، وجريسون هولر قال له انت ازاي تعمل كده؟ انت كده بتهنا ومش عامل لنا احترام، انا هعرفك ازاي تتعامل معانا. يلا أوستن سيري عرفك. فأوستن سيري قال اللي هو انا مالي وماليش دعوة. لسه رايح أوستن سيري يتكلم أما على طول بلع بوكس. وانتهت الفقرة دي على كده. عاوز بس أعرف حاجة، إن اللي جاب الملاكم ده دبليو دبليو وماله مال الحوار ده أصلا؟ ويعني سماك داون النهاردة كان عبث فعلا. بعد كده الماتش اللي كان شايل العرض تقريبا شوية، ماتش المنافس الأول على أبطال التاج تيم. طبعا بدأ الماتش بأبولو كروز وكين كوربن ضد الفانتازما رجالة سانتوس كوبر. وطبعا خسروا وطلعوا. وبعد كده من التاني على طول ستريت بروفيتس وطلع دخلوا على طول، مخدوش في ايديهم أبولو كروز وكين كوربن حاجة وطلعوهم. ومن التاني على طول ريتي ديدلي الزفت خالص، وطبعا ما عادوش حاجة، والمفروض دول ما كانوش يشاركوا أصلا، بس هو باين عليه عرض عبثي من البداية وطلعوا. ومن التاني على طول دخلهم الأوسي، برضه مخدوش في ايدهم شوية، كل واحد بيدخل شوية وستريت بروفيتس يطلعوه لغاية النهاية. ومن التاني على طول البلود لاين دخلوا طبعا يفوزوا على الجاهز، فضلوا يدمروا في ستريت بروفيتس وقضوا ماتش غير الماتش خالص. والماتش ده كان حلو، وخلصها طبعا في النهاية جيكوب فاتو وكسب البلود لاين وانتهت الفقرة، والعرض كله على كده. بعد كده طلع في كودروز في فيديو ويتكلم عن إنجازاته في الرويال رامبل وإنه كسب وفي ريسلمانيا. وبعد كده قال إن أصدقائه راندي أورتن وكيفن أونس اتدمروا بسببه في سماك داون من البلود لاين، لأنه كان فاكر إن هما انتهوا بعد فوزه على رومان رينز في ريسلمانيا. لكن واجهته عقبات جديدة وبلود لاين جديد وهو لازم يحط عليهم. فبيتحدى سولو سكوا في سماك داون الجاي 1 ل1، وهنشوف طبعا هيعمل ايه. طبعا طلع فيديو سولو سكوا وهو بيتكلم عن إن كودرود، هو بيرد عليه دلوقتي وبيقول إن كودرود عايز يواجهه في سماك داون الجاي 1 ل1، وهو وافق طبعا. والمواجهة دي أكيد هتكون علشان يمضي العقد. وقال إن في العرض الجاي الرود لاين هيسترجعوا ألقاب التاج تيم من تاني، والعرض ده هيكون قبل العرض اللي هو هيسترجع فيه لقب الأندسبيوتد من تاني للبلود لاين. لو رومان رينز مش عاجبه ده فهيجي وهو عارف هيلاقيه فين وهيعترف بيه. وطبعا كده بيدل على إن رومان راجع في سمر سلام أكيد. وفيديو التوقعات إن شاء الله هينزل يوم الأربعاء ويوم الخميس الجاي، انتظروا.
طبعا العرض النهاردة كان زفت وأسوأ من السيء، بل أسوأ من السيء. وده مش عرض سماك داون، ده مش تمهيد لسمر سلام، ده مش حاجة خالص. كل اللي في العرض إن البلود لاين تامت ونجا وجيكو فاتو هيلعبوا على ألقاب التاج تيم الأسبوع اللي جاي، وإن سولو وكودي هيواجهوا بعض 1 ل1 عشان يمضوا العقود الأسبوع اللي جاي. بس كده، لكن العرض كان سيء جدا وما يستحقش. وعلى فكرة العرض ده كان مسجل من الأسبوع اللي فات. بس كده، قولي إيه رأيك للعرض تحت في الكومنت، وسلام.